كان في واحد بيحارب مع الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات، والغزوة خلصت ورجعت وهو مرجعش مع الرسول. الليل جه وأمه قلقت عليه جدا، فقالت لأبوه روح اسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ابني مرجعش معاكوا ليه. فالأب رايح للرسول وقال له عليه الصلاة والسلام أنا ابني كان معاك في الغزوة ومرجعش، فاحنا نتصرف ازاي ونعمل ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فهم وقال له الزم لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر دون قرره كتير انت وأمه. الراجل خد بكلام الرسول وما ناقشوش كتير وراح واخد الكلام دون ومروح. مراته بتسأله في البيت بتقول له الرسول قالك ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال لي الزموا لا حول ولا قوة إلا بالله وخدوها ويرضي ليكم. مراته برضو سلمت بالكلام دون وبدأوا. كان الليل خلاص دخل زي ما قلت لكم. مراته قالت له خلاص هناخد الورد من دلوقتي لغاية الفجر. المهم قعدوا يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وعندهم اقتناع شديد ان الكلمة دي او الذكر ده هو ان شاء الله اللي هيرجع ابنه، لانها فيها لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انت ما لكش حول ولا اي قوة في الدنيا، انت ضعيف الا بالله، فانت بتستعين بالله من الاخر. فده انهم يقرروا في الذكر لغاية اما اللي الفجر دخل عليهم ولقوا الباب بيخبط. استغربوا مين اللي هيخبط علينا في الوقت ده. فابو الشخص دون قام وفتح لقى ابنه في وشه على طول كده، وايه بقى معاه غنايم كتير ومعاه خيل ومعاه بقى حاجات كتير من العدو اللي كان عنده. فالاب سأل ابنه قال له انت كنت فين وما رجعتش مع الرسول ليه، وايه الغنايم والحاجات الكتير اللي معاك دي؟ الابن رد وقال انا كنت مع الرسول في الغزوة ووقعت في الأسر، والأعداء خدوني كبلوني من ايدي وكبلوني من رجلي بالحديد، وما كنتش بعرف اتحرك خالص. كان ماسك على ايدي الحديد اللي كانوا رابطيني بيه، وحاولت اهرب معرفتش لحد ما جه النهاردة بالليل، ولقيت ان الحديد اللي مكبلني بيه بدأ ينفك عن ايدي ورجلي شوية لشوية، وبدأت أطلع إيدي منه ورجلي بمنتهى السهولة. وهم نايمين خدت خيل من الخيل بتاعتهم وركبتها وجيت بيها علينا. الغنايم اللي عندهم فكروا ان راكب الخيل ده حد منهم فجري ورايا. الأب قال لابنه طب ما ده المسافة طويلة جدا، انت جيت ازاي؟ ده المفروض دي تقعد يومين 3 كمان. قال له انا كنت بحس ان الملايكة او حد بيحملني وانا ماشي، ما كنتش بحس بالطريق ووصلت بسرعة البرق ومن غير اما احس. سبحان الله. الاب فرح جدا جدا برجوع ابنه، لان ابنه كان وقع في الاسر وخلاص كان ممكن يتقتل وهيخسر ابنه ويخسر كل حاجة. فالاب فرح جدا جدا وراح يوشى الرسول ويقول له الا ابني رجع. قبل ما يقول للرسول اللي ابن رجع، الرسول قال له أبشر يا مالك لقد نزل فيك آية من آيات الله. فمالك دون قال للرسول ايه يا رسول الله الآية دي؟ قال له ايه يا رسول الله؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأب دون قال للرسول انا كنت جاي عليه افضل الصلاه واتم التسليم، انا كنت جاي ابشرك اللي ابني رجع. فالرسول طبعا لا ينطق عن الهوى، فهو كان عارف اللي ابنه رجع من قبل ما مالك دون يقول له ان ابني رجع. فلا حول ولا قوة الا بالله هي كنز من تحت عرش الرحمن، مش هنعرف قيمتها غير يوم القيامة وقت الحساب، هتلاقيها ميزان حسناتك كتير. غير ان هي معناها التسليم التام لربنا، ماليش حول يا رب
ولا اي حد في الدنيا ولا حتى ليا قوة في نفسي غيرك. انت حسبي وانت وكيلي وانت اللي قادر تغير حالي من حال لحال في غمضة عين. فالزموها بنية اي مشكلة او اي كرب او اي دين او اي حد حتى جه عليكم، وهتشوفوا التغيير الفجائي في حياتكم. الفجائي، شوفوا بقول الفجائي، لاني انت ممكن تقعدي يومين 3 4 وما يحصلش حاجة، فجأة كده سبحان الله تلاقي الدنيا اتفتحت في وشك من حيث لا تدري ولا تحتسب. ف خدوا القصة دي عبرة ليكم. وسبحان الله ابنه في القصة زي ما انتوا شايفينه كان خلاص العدو خده، وكان ممكن يتقتل وكان هيخسر، راجع بغنايم وابنه رجع والدنيا كلها بقت حلوة، ونزل كمان في آية من عند رب العالمين. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو عجبكم الفيديو عشان أستمر في نشر القصص الحلوة دي ادعموني باللايك.